جماعه اي حد عنده دور انفلونزا من فضلكم افطروا. ربنا قايل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. ربنا نفسه مرخص للمريض وللمسافر ان هم يفطروا في رمضان ويقضوا بعد رمضان. والفقهاء والعلماء اتفقوا على ان الامراض اللي لازم الانسان يفطر في رمضان وهي عنده الامراض دي الامراض اللي بتزيد بالصيام. الانفلونزا من الامراض اللي بتزيد بالصيام يا جماعه. ليه؟ لان الانفلونزا محتاجه ايه؟ سوائل دافيه طول الوقت، ومحتاجه مضادات حيوي، اي مضاد حيوي بتاخده كل 6 ساعات، بتاخده كل 8 ساعات. طب انت في حاله ان انت بتصوم لك 14 ساعه هتاخد المضادات الحيوي بتاعتك امتى؟ هتشرب سوائل دافيه امتى؟ فما يرضيش ربنا انك تفضل عيان وراقد على السرير، وبدل ما دور الانفلونزا يخلص له في 3-4 ايام يقعد له مثلا 3 اسابيع علشان انت مش عايز تاخد برخصه ربنا. ده حتى في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يعني ربنا بيحب تاخد بالرخصه زي ما بتعمل الفرد.